علشان خاطر يضم احمد فتحي بنهايه هذا الموسم. احمد فتحي النجم العظيم الكبير التاريخ المشرف اللي واللي انتقل من الاهلي وراح بيراميدز، وانا متاكد لو دخلت جوه احمد فتحي، احمد كمان غير عبد الله، احمد بص للفلوس، ما فيش شك كابتن احمد فتحي بص للفلوس، لكن هو برضه احمد فتحي يعني عنده حته الغل في الفوز البطولات، يعني هو اكيد انا متاكد مليار في المية لو دخلت قلب احمد فتحي هيقول لك اكبر، وصرحك واتكلم معاك وفضفض معاك من جواه، هيقول لك اكبر قرار خطا خدته في حياتي ان انا مشيت من الاهلي. في الوسط الاعلامي الفتره اللي فاتت انه نفسه يختم حياته في الاهلي، قفل يعني اتقال وش كده مستحيل، رغم ان هو ماشي من الاهلي وهو متفق معاهم انه يمشي، ولكن الجمهور زعلان ومتضايق وخلاص. وهو كمان فنيا دلوقتي مش في احسن حاجه، ان احمد فتحي متاح ممكن يجي من نهايه الموسم، وممكن لو اتكلمتوا مع بيراميدز في يناير يسيبوا ال6 شهور دول في صفقه تبادليه في اعاره في يعني ما فيش عنده مشكله لو اتكلمتوا معاه في يناير. تخيلوا ما تناقشوش حتى ولا رجعوا الفريق. ليه؟ الزمالك ما نسيش قبل كده برضه. طب عبد الله وقف وتصور وقاوم وعمل، والزمالك يعني جمهور الزمالك حتى حاسب لعبد الله كده، مع ان عبد الله لا لعب في الزمالك ولا ارتدى قميص الزمالك. خطيب لخصها قال لك انا مش زعلان منهم انا زعلان عليهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انه فقط مستقبله الكروي، بقاله اكتر من سنه ما بيلعبش، حتى ما راح تركيا ما لعبش، وكمان عليه 50 مليون بدل ما كهربا دلوقتي كان زمانه بيقبض من الزمالك 15 مليون، بقى نجم كبير بقى كل شويه بيعلى. السنه اللي فاتت بقى وخد 20 مليون دلوقتي، وخد 12 مليون، وكان معاه واخد بطولات مع الزمالك ومتنجم وراح منتخب، وكان زمانه هيلعب ضد بلجيكا. الراجل مش عارف هيلعب امتى، الراجل مقضي حياته على انستجرام وتويتر وصور وبتاع، بعد عن كرة القدم تماما، رغم ان هو نجم ولعيب كويس، لكن اتلعب في دماغه جامد. وكان ده جزء برضو من الانتقام من موضوع عبد الله، برضو يعني تكملة لمشوار الانتقام من عبد الله، والانتقام من نادي الزمالك الذي تجرأ على ان يتعامل احترافيا وتعاقد مع لاعب مهم انتهى تعاقده، بل كمان بعض الاعلاميين طلعوا علينا الزمالك ارتكب خطأ كارثي. ليه يا عم؟ كان لازم يقول للاهلي انه هيتعاقد مع عبد الله حتى لو في ال6 شهور، يبلغنا بس. يعني كل شويه نلاقي مبررات بلا منطق. يا عم انت مالك بعبد الله؟ بتتكلم على كهربا كده، كهربا ده واخد له بتاع 15، ده واخد وهو قاعد على السرير بروجيك كاس العالم دي اللي عمركم ما شاركتوا فيها اساسا. حمنا يا عم والنبي، عشان واضح ان كهربا عامل حرقان في الميزان. ني